هل ده السبب الوحيد اللي بيخلي الولادة الطبيعية غير مرغوب فيها؟ لا، في اسباب تانية طبعا. الست عندها معتقد ان بعد الولاده الطبيعي العمليه الجنسيه او العلاقه العلاقة الجنسيه الحميمية بتتاثر. العلاقه الحميميه انتشار واسع جدا ان الستات مظبوط. فاهمة كده. في نسبه بعد الولاده الطبيعي الموضوع ده بيتاثر، بس مش ده الاساسي، مش ده الرول. يعني المفروض ان هو ما يتاثرش. المفروض ان احنا بعد الولاده الطبيعي حتى لو في جرح في المنطقه التناسليه بيتصلح بشكل مظبوط جدا، بشكل ان هو ما ياثرش على الولاده الطبيعيه، ما ياثرش على العلاقه الحميميه فيما بعد الولاده. لكن في بعض الاحيان طبعا بيأثر نتيجة الولادة ولا نتيجة الشق اللي هو شق العجان اللي بيحصل؟ نتيجه الاثنين، لان هو الستات مختلفين برضه. يعني عضلات الحوض، الانسجه المحيطه بالمنطقه التناسليه بتختلف من واحده ست للثانيه. تاثيرها بعد الولاده، لان خلي بال حضرتك ان في راس بيبي بتعدي من المنطقه دي. فهل الست هتستحمل، او هل المنطقه دي هتستحمل الاستريس اللي عليها ده ولا لا؟ بتختلف من واحده ست للاخرى، بس الرول او الاساس ان هي ما تتاثرش. الموضوع بسيط، والانسجه يعني دي كلها المفروض انها بترجع لطبيعتها تاني قبل الولاده. مظبوط. واحنا بنقول للسيدات الكلام ده كله، واحنا اللي ما بيرجعش ده الاستثناء مش القاعده. لا، القاعده ان هو يرجع طبيعي، القاعده ان هو يرجع طبيعي، ما يحصلش تاثر بالموضوع خالص. ماشي. في استثناءات انها بيحصل، في استثناءات، بس هو برضو خلي بال حضرتك الست في الاخر بتقول لك طب افرض انا كنت من الاستثناءات دي. هو ده اللي بيجي في دماغها. احنا بنتناقش اصل ما هو لو كل الناس فكرت بالطريقه دي، ما احنا اي عمليه بندخلها، مزبوط. اي جراحه بندخلها ليها مضاعفات. بالظبط. فبالتالي ما انا وارد ان انا ابقى ليه يحصل لي المضاعفات دي، وارد لا. مظبوط جدا.